التطلع الإيطالي. ما الذي حدث بعد كأس القارات؟ طبعا هي مواجهات دائما تكتسي صبغة خاصة، ولكن إيطاليا بعد كأس القارات وبعد الخسارة في المباراة الودية أمام الأرجنتين على الأراضي الإيطالية. لا، هو طبعا بسم الله الرحمن الرحيم الامور بتختلف خالص ما بين الكونفدريشن كاب وما بين تصفيات كاس العالم. المجموعه طبعا بيبقى فيها نفس طويل، فيها تعويض لفارق النقاط، ولكن الكونفدريشن اعتقد ان الوقت بيبقى قصير جدا لان عدد المباريات قليل جدا، بالاضافه لاستخدام 23 لاعب فقط لغير في البطوله، فدي الامور بتختلف. عن كاس العالم عندك مزيد من اللاعبين، عن الامور متاحه، الدوريات بترجع، بتبقى تقدر تستقطب مجموعه من اللاعبين. هي المشكله الاكبر في ايطاليا منذ ان تولى برانديلي، يعني حقق نتائج ممتازه جدا منها الوصول لفاينل كاس الاوروبيه، بعد كده الكونفدريشن كاب عمل مباريات اكثر مرعاه، ولكن التغيير في التكتيك والتغيير في الاسلوب. ايطاليا يا كابتن ماجد السنه دي تحديدا في 8 انديه بيلعبوا 3-5-2، وباقي الانديه بتلعب ما بين 4-2-3-1 4-3-2-1. اعتقد ان ده كان يجبر او يفرض على برانديلي اللعب 3-5-2، وخاصه ان المجموعه الاكبر والامثل بالنسبه للمنتخب الايطالي موجوده من نادي اليوفنتوس، موجوده بتلعب معاه، فعندهم علم كبير جدا ب 3-5-2. التغيير كتير جدا في التكتيك اثر عليه في الكونفدريشن، واعتقد ان دي من اسوأ البطولات في تاريخ ايطاليا اللي دخل فيها معدل اهداف في اوقات قليله جدا، بالاضافه طبعا لعنصر اسمه الضربات الثابته اللي كان المنتخب الايطالي سيء جدا فيه، لا يقل عن 60% او 70% من الاهداف اللي دخلت في ايطاليا في الكونفدريشن كاب كلها كانت من ضربات ثابته. طبعا نتحدث عن مباراة